افتحي غطا السياره كده بقى واشرحي لنا بقى ابدأ كده بسير الكتينه. ايه سير الكتينه ده؟ هو اي سير عموما في الدنيا بيبقى وظيفته ان هو بينقل الحركه. طيب سير الكتينه ده اولا هو بينقل الحركه بين عمود الكرنك. عمود الكرنك ده بتبقى عمود كده قطعه تقيله راكبه اسفل المحرك وبتبقى شايله البساتم، وبينقل كمان بين عمود الكامه ده اللي بيبقى فوق المحرك وده اللي بيقفل وبيفتح الصبابات. السير ده المفروض ان هو بيبقى فيه منه نوعين، سير كاوتش وسير جنزير. طيب ايه الفرق بين الاثنين؟ الاثنين تقريبا بيقوموا بنفس الوظيفه، بس ممكن السير الجنزير بيبقى عمره من عمر المحرك وبيخلي صوت العربيه اعلى شويه، فبيبقى راكب في معظم المواتير الجديده اللي هي بتبقى تيربو، المكنه بيبقى فيها تيربو. سير الكاوتش ده بيبقى ليه مده في التغيير، وده بيتغير كل 60,000 او 3 سنين. الرقمين دول سواء ال 60,000 او ال3 سنين اللي بيحددهم مصنع العربيه. يعني لو انا راكن عربيتي، هل ده معناها ان انا ما امشيش 60,000 مش هغير السير ده؟ طب ما هو السير ده مع الوقت ممكن ينشف ويشقق، فبالتالي السير ده لو قطع معايا او العربيه خلفت تقسيم العربيه هتكسر صبابات او هتعوج صبابات، هلاقي نفسي داخله في عمره محرك، ودي هيبقى ثمنها اعلى بكتير من اللي انا بحاول اوفره.